حكايتنا بتبدأ ببنت بتفتح صندوق وجواه كتب وصور قديمة ليها ولأصحابها، وبتقول إن صندوق الذكريات زي علبة الحلويات بالظبط. لما بتفتحها ما ينفعش توقف عند واحدة، وبنرجع فلاش باك 8 سنين لورا، وبنشوف نفس البنت اللي بيبقى اسمها نينا وهي في سوبر ماركت مع مامتها، وبتبقى لابسة نضارة وشكلها مقفل ومتضايقة طول الوقت. وبتقابل هناك زميلتها واللي كانت معاها في نفس المدرسة زمان وبيبقى اسمها إيديتي، وبتعترض مامة نينا على لبس إيديتي وبتقول إنها متحررة وإن اللبس ده أصلا ما ينفعش حد يلبسه. وبنعرف إن نينا بتدرس في كلية الطب وبتبقى الأولى على دفعتها دايما، وبتبقى إيديتي بتدرس الفن وإنهم في أجازة الصيف. وبتحكي إيديتي لنينا إنها رايحة رحلة مع أصحابها ألماني، فبتنبهر نينا جدا وبيبقى نفسها تروح معاهم. وبتقع من إيديتي الورقة اللي فيها إعلان الرحلة وتفاصيلها، فبتاخدها نينا وبتحتفظ بيها. وبيظهر في نفس الوقت ولد مشاغب ومرح اسمه باني، وبيكون بيشتغل مصور وبيبقى بيحب شغله جدا. وبعد ما بيخلص شغله في حانة بيرجع للبيت، وبنعرف إن مامته متوفية وبيبقى عايش مع باباه ومرات باباه. وبيبقى باني مش متقبل وجود مامة باباه في حياته رغم إنها طيبة جدا. وبيعرف الأب إن باني مسافر لماني وبيحاول إنه يتكلم مع ابنه ويقوله إنه خايف عليه، بس باني بيرد عليه وبيقوله إنه مسافر من ماله الخاص وده قراره ومحدش هيوقفه. وبيسيب باباه وبيدخل لأوضته، وبيلاقي إن باباه جايب له شنطة للسفر جديدة وبيقوله إنه بيدعمه حتى لو مش موافق على سفره. وبنروح لنينا واللي بتبقى مش قادرة تنام وبتفكر إنها زهقت من حياتها اللي هي عايشاها لأن كلها دراسة وبس. وبتقرر إنها تهرب وتسافر مع أصحابها وتسيب لأهلها رسالة تعتذر لهم إنها سافرت من وراهم. وتاني يوم في محطة القطر بيظهر شخص وبيبقى اسمه آفي، وبيكون بيتفرج على مباراة للهند وباكستان. وبتظهر من ورا إيديتي وبنعرف إنهم أصحاب جدا، وبيقول لها إنه مش هيروح معاهم لأنها رحلة غبية من الأول، وإنه هيقعد هنا يتفرج على المباراة. وبيظهر باني من وراهم وبنعرف إن التلاتة أعز أصحاب من المدرسة. هو بيقوله إنه أكيد مش هيروح علشان راهن بفلوسه كلها بتاعة الرحلة على المباراة والفريق خسر. فبيقوله آفي هو عارف منين؟ فبيقوله إنه صاحبه من زمان وعارفه وإنه هيعزمه هو على الرحلة. وبيرفض آفي في الأول لكن بيوافق في الآخر. وبتظهر نينا في محطة القطر وهي محتاسة بالشنط الكتير اللي معاها، وبتحاول تقنع مشرف الرحلة إنها تشترك في آخر وقت قبل القطر ما يتحرك. فبيشوفها باني وبيقول لها إنه فاكرها، وبيفضل يقول أسامي ناس تانية كتير لغاية ما هي بتفكره بنفسها. وبيقول لها إنه فاكرها وإنها هي اللي كانت دايما بتغششه في الامتحانات هو وأصحابه. وبيقدر باني إنه يقنع مشرف الرحلة إن نينا تشترك معاهم وإنها هتقعد معاه هو وأصحابه وتبات في أوضة إيديتي. وبيساعدها وبيشيلها الشنط وبيتحرك القطر. وفي القطر بنعرف إن إيديتي بتحب آفي لكن هو مش بيبقى معجب بيها. وبتظهر مجموعة من البنات منهم بنت اسمها لارا، وبيعزمهم آفي إنهم يقعدوا معاهم وينضموا ليهم. ولما بيقعدوا كلهم بيلعبوا لعبة أسئلة عن حياتهم، وبتكتشف نينا إنها ما عاشتش حياتها وما عملتش أي حاجة غير الدراسة. فبتتضايق وبتستأذن إنها تروح تنام، وبيوصلوا الفندق وبيجي تاني يوم. وبيحاول آفي وباني إنهم يصحوا ديتي علشان يخرجوا ويستمتعوا بوقتهم، فبيقعدوا يغنوا أغاني مجنونة وبينسوا جزء من الأغنية. فبيكملها نينا وبيستغربوا إنها عارفة الأغنية دي. وبتصحى إيديتي وبيخرجوا كلهم مع بعض، وبيبدأوا إنهم يتمشوا في المدينة وبيشوفوا زفة العروسة. وبيقول باني إنهم حكموا عليها بالموت لما قرروا يجوزوها، وإنه شايف إن الجواز زي إنك تأكل نفسك الأكل المسلوق لبقية سنين عمرك. وبيجي بالليل وبنشوف واحدة بتخبط على آفي وبتتخانق معاه، فأصحابهم بيتدخلوا وبيدافعوا عنه، وبتدور بينهم معركة كوميدية ونينا بتستمتع جدا وبتساعدهم إنهم يهربوا منهم. وبيبدأ صحابها إنهم يمدحوها وبيقولوا لها إنها شجاعة ومغامرة. وتاني يوم بيتجمعوا مع مسؤول الرحلة وبيقسمهم لفريقين وبيكونوا بيتسابقوا على مين يوصل للمخيم الأول، والفريق الخسران هو اللي هينصب الخيام ويحضر العشاء. وفي أثناء السباق بيحاول باني إنه يعطل نينا علشان فريقها ما يكسبش، وبيتكلم معاها وبيقول لها إنه ما ينفعش يعاكس واحدة زيها لكن ممكن يعاكس بنت زي لارا مثلا. وفي أثناء الكلام بدون ما تحس نينا بيربط رجليها بالحبل علشان يعطلها وبيطلع هو يجري وبيخسر فريقها. وبيجي بالليل وكلهم بيروحوا الحفلة، بس نينا مش بتروح معاهم لأنها مش عارفة تكون شبههم ولا زيهم. وبيرجع باني للمخيم لأنه نسى حاجة وبيلاقي نينا قاعدة لوحدها وبتذاكر، وبياخد منها كتبها وبيسألها هي ليه مش عايزة تيجي الحفلة. فبتقوله إنه السهر والحفلات وتكوين الأصدقاء ده سهل عليه هو لكن صعب عليها لأنها دي حاجة ما عاشتهاش من أيام المدرسة. فبيقول لها إنها ظهرت في آخر وقت مع ناس غريبة وسافرت معاهم وبتغني أغاني مجنونة وقتلت معاهم المتنمرين وساعدتهم يهربوا، وإنها عاملة زي بطلة الأفلام ولازم تحب نفسها زي ما هي. وبيسيبها وبيروح للحفلة،
وبيبان إن نينا بدأت تعجب بباني فبتقرر إنها تروح الحفلة، وهناك بتندمج مع أصحابها وبتلعب معاهم في التلج وبيتصوروا مع بعض وبيستمتعوا بوقتهم. بيتكلم مشرف الرحلة عن جبل باهوتا، وكلمة باهوتا معناها المسكون، وهي أسطورة بتتكلم عن معبد قديم هناك، وإن أي حد بيطلع فوق الجبل ده ليلة اكتمال القمر وبيتمنى أمنية بتتحقق. بس كمان الأسطورة بتقول إن في ناس كتير طلعوا علشان يحققوا أمانيهم وما رجعوش، وبالصدفة إن الليلة دي هي ليلة اكتمال القمر، وبيخافوا كلهم ما عدا نينا وباني، وبيقرر كل واحد فيهم جوه نفسه إنه يطلع للجبل الليلة دي ويتمنى الأمنية اللي عايزها. وفعلا لما بيطلعوا الجبل بيتقابلوا هناك وبيستغرب كل واحد وجود التاني، وبيكملوا طريقهم وبيطلعوا مع بعض. وأثناء ما بيستريحوا بيتكلم باني عن كتاب أحلامه وبيوريه لنينا، وبيكون عبارة عن إن كل صفحة بلد هيزورها، ويحط الصور اللي صورها بنفسه هناك، وبتبقى فيه صفحات كتير فاضية لندن وباريس وأماكن تانية كتير. وبيقول لها إن هدفه في الحياة هو إن كل يوم يبقى عايش مغامرة جديدة، وإنه عايز يطير ويجري ويقع، المهم إنه ما يقفش، وإنه مش عايز يبقى حد تقليدي يتجوز ويخلف ويطلع على المعاش ويستنى الموت. وبيقول لها إنه مستغرب إنه بيقول لها الكلام ده لأنه ما بيقولش الحاجات دي لحد حتى لإيديتي. وفجأة بيظهر حيوان شكله غريب وبيبص لهم وبيمشي، فبيحسبوا فعلا إن الجبل ده فيه سحر. وبتحكي نينا وبتقول إن السحر اللي حصل لها هو العشق، وإنها كان ليها أمنية واحدة واتمنتها على الجبل ده وهي باني. وبعد انتهاء الرحلة بيركبوا كلهم الأتوبيس علشان يروحوا، بس بيتوقف الأتوبيس في الطريق بسبب احتفال الهولي، وبيلاقي أصحاب نينا حاجتها ونضارتها بس مش بيلاقوها هي. ولما بينزلوا من الأتوبيس بيشوفوا نينا وبيكون شكلها ومظهرها مختلف وبتكون شخصيتها فعلا اتغيرت، وبيغنوا وبيرقصوا سوا وسط الاحتفال. وبتشوف إيديتي آفي وهو بيحاول يتقرب من واحدة، فبتحبط جدا وبتفقد الأمل إنه ياخد باله منها. وبيحتاج آفي لفلوس فبيروح وبياخد من شنطة باني فبيكتشف فيها جواب لمنحة دراسية في التصوير لشيكاغو. وفي نفس الوقت بتقرر نينا إنها تعترف لباني بمشاعرها في نهاية الرحلة، وبيجي لحظتها آفي وبيقول له إنه إزاي يخبي عليهم إنه مسافر، وكان رد باني إنه كان عايز يعملها لهم مفاجأة في نهاية الرحلة. فبتتصدم نينا وبتقرر ما تقولش حاجة، وبيكون أفي متعصب ومتضايق إن باني مسافر وسايبهم وهيسيب حياة المرح اللي عايشها معاهم. لكن إيديتي بيكون رأيها مختلف وإنهم لازم يكبروا ولازم يبطلوا يتصرفوا زي المراهقين ويشوفوا مستقبلهم شوية. وبيباركوله وبيمشوا وبتبارك له نينا وبتقوله إن ده حلمه اللي كان نفسه فيه. وبتحكي نينا وبتقول إنها ما قدرتش تقوله لأن أحلامه كانت أكبر من حبها، وإنه بعد كده هو مشي وهي ما نسيتهوش، وإنها برغم الآلام اللي هي كانت فيها إلا إنها كانت ممتنة ليه وللرحلة اللي غيّرت حياتها. وبيخلص الفلاش باك وبيرجعوا في الوقت الحاضر بعد 8 سنين، وبيظهر باني وهو في باريس وبيكون حقق حلمه، وبييجي له عرض من قناة اللي شغال فيها البرنامج هيلف فيه العالم، وبيتحمس جدًا. وفي وسط حياته بتيجي له رسالة فيديو من إيديتي واللي بيلاقيه شكلها اتغير خالص وبقت تلبس فساتين، وبتعزمه على فرحها وبتكون مبسوطة جدًا. بس المفاجأة إنه مش آفي، وإنها هتتجوز جواز صالونات لواحد اسمه تاران، وبتقول له إنها نفسها يحضر فرحها جدًا، وإنها عارفة إنه ما بيحبش ييجي على الهند، بس يا ريت يكون موجود. فبيقرر باني إنه يعمل لها مفاجأة ويروح لها فرحها، وبيظهر تاران واللي بيكون شخصية كوميدية لكن إيديتي بتحبه وهو كان بيحبها جدًا، لدرجة إن لما خاتم الخطوبة بتاعها وقع في حمام السباحة نزل بنفسه يدور عليه، وبيفضل آفي يسخر منه ويضحك عليه. وبنيجي للخطوبة وبتحكي نينا إنها بعد ما رجعت من الرحلة هي وإيديتي فكرت إنهم مش هيتواصلوا تاني، لكن في يوم بالليل خبطت إيديتي ودخلت وقعدت وشغلت أغاني الروك، ومن يومها عرفت إن هي وإيديتي هيفضلوا أصحاب على طول. وأثناء كلامها بيظهر باني وبيدخل وبيفضل يغني ويرقص، وبتفرح جدا إيديتي بوجوده وبتتصدم نينا. وبعد الحفلة بيقعد باني وإيديتي وآفي، وبيكون واضح إن آفي غيران من باني وبيقوله إن أبوه اتوفى وهو في لوس أنجلوس، وبيقوله آفي كمان إنهم ما بقوش أصحاب خلاص، وبيسيبه وبيمشي. فبيتضايق باني وبيمشي هو كمان، وبيشوف نينا وهي قاعدة عند حمام السباحة وحاطة رجليها في المية، ولما بيروح عندها بتتكلم معاه وبتقوله إن علاقته بباني عاملة زي حمام السباحة ده بالظبط، أول ما هيحط رجله في المية هتبقى المية ساقعة لكن مع الوقت الأمور هتكون تمام وهيتعود عليها. وبنروح لحنة إيديتي وبيشوف باني آفي وهو قاعد بيلعب كوتشينة وبيراهن وبيخسر كالعادة، وفي الأثناء دي تطلب منه نينا ياخد موبايلها ويتصل بالسيد شارما ويجيبه لأن إيديها فيها حنة، وبيستغل باني الموقف وبيفتح الرسايل اللي على تليفونها
وبيلاقي حد بيبعت لها صورها وبيتغزل فيها وبيفكروا ابن السيد شارما. وبعد كده بيبقى في حفلة بالليل، وفي أوضة إيديتي بيكون برنامج كاني بيتعرض، وبيدخل آفي وبيغير القناة وبيتخانق هو وغني سوا، وبيوصل الموضوع للضرب. بس بتدخل عليهم إيديتي وبتكون جميلة جدا وبتزعق لهم وبتخليهم يحضروا بعض ويتصالحوا قبل حفلة الحنة. وبتيجي الحفلة وبتبقى حلوة جدا، وبيتجمع الأصحاب الأربعة من تاني، وتاني يوم بياخد باني نينا وبيروحوا سوا يتفرجوا على المدينة. وهما ماشيين بيتناقشوا سوا عن إيجابيات السفر اللي باني بيقولها، واللي بترد عليه نينا بإيجابيات الاستقرار. وفي الآخر بيروحوا يشوفوا الغروب، بس باني بيقولها إنهم لازم يمشوا بسرعة علشان هيفوت عرض الأوبرا. وبتقوله نينا مهما عملت لازم تفوت شيء في الحياة علشان تاخد شيء تاني، يعني لو فوتت عرض الأوبرا هتلحق منظر غروب الشمس، فاقعد واستمتع بيه وخلاص. وبيخلص اليوم وهم مروحين في العربية بيقول لها إن قبل 3 سنين كان في رحلة لمدة 8 أيام، وما كانش معاه شبكة في المنطقة اللي هو فيها. وبعد ما رجع لقى رسايل كتير جدا من كل اللي يعرفهم إن باباه اتوفى، وكان باباه خلاص اتدفن، وعدت أيام على وفاته علشان كده ما حضرش وفاة باباه. وبيرجع للفندق وبيتكلم مع أفي وبيقوله إنه ممكن يساعده بالفلوس، فبيرفض أفي إن باني يضيع فلوسه اللي تعب فيها على حاجة كده كده ضايعة. وبيكتشف في وسط الكلام إن أفي اتفرج على كل برامجه وحافظها، وإنه مش غيران منه على قد ما هو غضبان بس إنه بعيد عنهم. وبيروح باني نينا وبيكتشف إنها قاعدة مع واحد وسيم جدا اسمه فكرام، وبيكتشف كمان إن هو اللي بيبعت لها كلام الغزل اللي قراه على تليفونها. وبيكون مصور الحفلة وبيتخانق مع باني وبيقول له إنه حبيب نينا. وبيمشي فكران وبتتخانق نينا مع باني وبتقوله إن فكران مجرد صديق، وإنها معاه لإنها مش قادرة تبقى مع باني ثانية تانية واحدة لإنها هتحبه تاني. فبيعترف لها باني إن هو كمان بيحبها، بس نينا بتقوله إنها عايزة حياة مستقرة وبسيطة، ومش هتقدر تسيب عيلتها وعاداتها وتقاليدها، وهو ليه مستقبله وبرنامجه اللي هيلف بيه العالم، وإن حياتهم مش هينفع تكمل مع بعض. فبيقرروا ينفصلوا، وبيجي اليوم الأخير للفرح والمفروض إنه ميعاد سفر باني. وبيروح البيت بتاعه لأول مرة من سنين وبيقابل مرات باباه، وبتقوله إن باباه كان فخور بيه جدا إنه حقق أحلامه وعمره ما زعل منه، وبتنصحه إنه يسمع لقلبه. وبيجي يوم راس السنة وبيروح باني نينا وبيقول لها إنه بيحبها وعاوز يقضي باقي حياته معاها، وإنه لغى سفره علشانها، وإنه لو هيسافر بعد كده فهتبقى هي معاه وجنبه. وبيتصل على إيديتي وهي في المطار وبتبقى مسافرة شهر العسل، وتران كان بيكلم آفي وبيفتحوا السبيكر مع بعض، وبيفضل الأربعة أصحاب مع بعض على التليفون وبيعدوا عد تنازلي للسنة الجديدة، وبينتهي الفيلم.